السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجماهير الأهلي السعودي الراقي الملكي. عودة وليد معاذ إلى إدارة الأهلي رسميا، تعلن بديل ماتياس ياريسلا في الشتوية. رياض محرز وحقيقة طلبه للرحيل عن الأهلي بتصريحات من الصحافة الجزائرية. تطورات فينيسيوس جونيور مع الأهلي، أخبار إيجابية جدا 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 تخص كل الأهلاوية، تستحق ان حضراتكم بمنتهى البساطه تشيروا الفيديو ده في كل حته، وصلوا الفيديو ده في كل حته، علشان الاخبار دي بتصريحات رسميه من الاعلام السعودي اكد تفاصيل خطيره تخص اداره الاهلي وتعاقدات الاهلي ومدرب الاهلي الجديد. قبل اي حاجه بفكرك للمره الثانيه، اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، ووصلوا وشيروا لكل الاهلاويه عن طريق واتساب وكل التطبيقات. ويلا بينا ندخل على الاخبار الايجابيه بشكل مباشر. من ايام بسيطه جدا وساعات بسيطه جدا، صحيفه الماركا اعلنت ان فينيسيوس جونيور مطلوب من الصندوق السعودي للنادي الاهلي. طبعا انا ما حبيتش انشر الخبر ده غير بعد ما انتظرت عليه يوم او اتنين او تلاته، لحد ما رحت صحيفه الماركا وشفت الخبر بنفسي. طبعا في البداية ما كانش عندي الوقت للأسف إن أنا أتحرى وأبحث عن الخبر في صحيفة الماركا، وفعلا صحيفة الماركا الإسبانية أكدت الكلام ده، أكدت إن الصندوق السعودي تمام بيسعى لضم فينيسيوس جونيور للأهلي. تمام، لكن أولا وأخيرا هتكون المحاربة من قبل نادي الهلال، يعني خليها قدام عينيك وخليك فاهمها كويس. المحاربة ستكون من نادي الهلال السعودي، لأن الهلال بيعاني من فكرة أن نيمار اللي هو النجم الأول لدى فريق الهلال مصاب ولسه عائد من الإصابة، ولحد دلوقتي لم يستعد قدراته الفنية، وبنسبة كبيرة هيرحل عن الهلال. فهم هيبحثوا بمنتهى البساطة عن اسم كبير زي نيمار أو أفضل من نيمار. فينيسيوس جونيور مطلوب فعلا من الصندوق، والناحيه الثانيه برضو ريال مدريد عرض ان هو يترك فينيسيوس جونيور مقابل مليار يورو. طبعا مبلغ خزعبلي ما تدفعوش غير السعوديه وما يدفعوش غير صندوق الاستثمارات. تمام، هنا ياتي دور الاهلاويه في المطالبات قبل ما الشتويه تبدا بساعات، قبل ما الشتويه تبدا بايام. لازم كلنا نطالب بفينيسيوس جونيور لاعبا للنادي الاهلي. فكره عوده الان سان ماكسيمان، هم وصلونا لدرجه ان احنا نتمنى عوده ماكسيمان، يقول لك احسن من ما فيش. الاهلاوي دلوقتي لسان حاله يقول لك ايه، يعني الان سان ماكسيمان احسن من ما فيش، انت ما عندكش اصلا، فاهمني؟ فالصندوق وصلك للمرحله دي، لكن فعلا الصندوق بيتفاوض مع ريال مدريد علشان ياخد فينيسيوس جونيور، بس بأقل تدخل من نادي الهلال هتجد هذه الصفقة تم تحويلها إلى نادي الهلال. فكل اللي على حضرتك إنك لما الشتوية تقرب تزود المطالبات في فينيسيوس جونيور جناحا للنادي الأهلي السعودي. ده بالنسبة لأول موضوع. تعال نروح للموضوع اللي بعده، وهو تصريحات رسمية من الإعلام الجزائري أكدت ان رياض محرز بيبحث عن بديل للاهلي السعودي، وعنده رغبه ان هو يخرج في الشتويه المقبله. طبعا ده خبر يزعلني جدا، بس انا بعد ما بحثت عن هذا الخبر وجدت ان كل ده كلام ملوش اي اساس من الصحه. رياض محرز ما عندوش نيه ان هو يسيب الاهلي، لكن الاهلي هو اللي ممكن يتخلى عن رياض محرز لو لم يستمر رياض محرز في أداؤه المبهر الفترة الأخيرة. يعني رياض محرز الفترة الأخيرة بأقل مجهود بيعمل ليك أسيستات ومساهمات كثيرة. في الأول كان بدنيا مش كده، مش قد كده، يعني في الأول كان رياض محرز بدنيا عنده مشكلة، مش عارف يجري، ولغاية دلوقتي هو بيحاول يعود لمستواه البدني القديم، لياقيا بيحاول يستعيد نفسه. لكن فكرة ان هو عنده رغبة انه يرحل، الإجابة لا بكل ما تحمل لا من معنى. رياض محرز ليس لديه رغبة في الرحيل، ولكن إدارة النادي الأهلي رفقا جماهير النادي الأهلي ممكن في يوم من الأيام يكون عندهم رغبة في رحيل رياض محرز، لو هنتعاقد مع لاعب في الفورمة يكون مثلا
جاهز دلوقتي بدنيا ومستواه كويس وبيلعب في اوروبا وبيلعب في دوري ابطال اوروبا. تمام، فهي الفكره كلها هنا. انما رياض محرز نفسه لا يرغب ابدا في الرحيل عن الاهلي. اتمنى يستمر على مستواه ويحسنه ويستعيد البريق بتاعه اللي كان مع المان سيتي، وباذن الله يستمر مع الاهلي. تعالى نروح للموضوع اللي بعده وهو بديل ماتياس يايستا. الاهلي المرشح الاقوى للتعاقد معه، مدرب عالمي يستعد للرقصه الاخيره في السعوديه. تمام، مين اللي نشر الكلام ده؟ برنامج تمام اسمه تي اي امو مش عارف ايه، تمام، ميركاتو، برنامج اجنبي يعني، برنامج ايطالي تحديدا. يحلم الايطالي تمام جيان بييرو جاسبريني المدير الفني للفريق المحلي اتلانتا بقياده ناديه للتتويج بلقب الدوري قبل الرحيل بشكل رسمي. أتلانتا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي نابولي المتصدر. البرنامج كشف عن أن الدوري السعودي هو الوجهة الأبرز لجاسبريني حال الرحيل عن أتلانتا، حيث أن هذا الانتقال سيكون بمثابة الرقصة الأخيرة للمدرب العجوز من أجل تأمين مستقبله ماليا قبل الاعتزال. وأوضح البرنامج أن النادي الأهلي سيكون أقوى المرشحين للتعاقد مع جاسبريني اللي عنده 66 سنة، خاصة في ظل تواجد الويلزي لي كونجرتون في منصب المدير الرياضي للعملاق السعودي، حيث عمل الثنائي معا في صفوف أتلانتا قبل ذلك في الفترة من مارس 22 لفبراير 24. يعني كل التفاصيل دي بتؤكد ان ده المدرب المحتمل للأهلي بعد ماتياس يايسلا، بعد ما يرحل ماتياس يايسلا في الشتوية القادمة. لكن السؤال، هل هذا المدرب سيصنع الفارق مع الأهلي؟ الإجابة لا. مش كل مدرب عنده خبرة ومعدي 60 سنة هيكون صالح للأهلي خالص. مش كل مدرب عنده خبرات ومعدي 50 و60 سنة هيكون مطلوب في الأهلي. احنا بنعاني مع ماتياس بسبب قلة خبرته وبسبب عدم نضوج الشخصية بتاعته وعدم وضوح البصمة بتاعته في عالم كرة القدم. لكن ده مش معناه انك تذهب لأي مدرب كبير في السن وخلاص. جاسبريني احترامي ليه، تاريخه في كرة القدم ليس بالتاريخ الذي يؤهله إلى طموحات الأهلي وجماهير الأهلي في هذه الآونة. دي وجهة نظري. حضرتك لو بصيت على تاريخه والأندية اللي دربها هتجد فيها أندية كبيرة، لكن إنجازاته في عالم التدريب ليست بكبيرة. تعال نروح للموضوع الأخير معانا وهو موضوع إقالة خالد العيسى وعودة وليد معاذ بشكل رسمي. تمام، القرني في تصريحات لبرنامج ملاعب مع فيصل الجفل مساء يوم الثلاث أعلن رحيل العيسى عن مجلس إدارة شركة الأهلي غير الربحية خلال الأيام القادمة. الإعلامي الرياضي أكد أن خليفة العيسى غير واضح حتى الآن، ولكنه رجح أن يكون عبد العزيز العنجري عضو اللجنة التنفيذية الذي قدم استقالته. تمام، كمل معايا ما تستعجلش. وكشف عبد العزيز القرني في تصريحاته أيضا عن إمكانية عودة رئيس الأهلي الأسبق وليد معاذ الذي وصفه بمحبوب الجماهير إلى النادي مجددا. وأشار القرني إلى أن معاذ قد يعود كرئيس تنفيذي للنادي الأهلي دون أن يذكر أي تفاصيل بخصوص مستقبل الإنجليزي رون جورلي الذي يشغل المنصب حاليا. يعني بمنتهى البساطة وليد معاذ لو عاد للأهلي سيعود مديرا تنفيذيا بدلا من رون جورلي المدير التنفيذي الحالي بالنسبة للأهلي. وأول قرار هياخده وليد معاذ هو إقالة ماتياس يايسلا قولا واحدا. وليد معاذ لن يرضى بمدرب بخبرات ماتياس يايسلا اللي مش موجودة. تمام، أكيد هيبحث عن مدرب آخر يكون عنده خبرات وفي نفس الوقت عنده اسم وعنده منجز في تاريخه ومشواره في كرة القدم. فلو عاد وليد معاذ فعلا زي ما الإعلامي الرياضي أكد، تمام، فده أسعد خبر ممكن يسمعه أي أهلاوي، لأن أنت هتبقى مطمن على تعاقدات الأهلي وصفقات الأهلي الشتوية ومطمن على موقفه من الصفقات ومن الأسماء المقترحة عليه من الصندوق.
أتمنى كل هذه الأمور يتم حلها في الفترة القادمة، وأتمنى نرى وليد معاذ رئيسا للنادي الأهلي وليس فقط مديرا تنفيذيا، وأتمنى أن أرى معه تيسير الجاسم، لأن هم مولودين في الأهلي وهيخافوا على الأهلي وعندهم ضمير صاحي دايما لمصلحة الأهلي. وفكرة أن يكون المسؤول عندك أهلاوي ومتربي في الأهلي ونشأ في الأهلي، دي فكرة مش سهلة ومش بتعدي كده مرور الكرام، وإنما بتصنع المجد، ولكم في التاريخ كل العبرة. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.